السلام عليكم. الشعب المصري كله غضبان وزعلان، وفي ثورة عارمة كده على الممثل أحمد حلمي عشان اللي قاله الكلمة الهبلة اللي قالها في السعودية لما كان واحد قاعد في الصف الأول بيقول له أنت مصري، قال له يبقى أكيد معزوم. طبعا هي كلمة سخيفة جدا، بس الحقيقة هو الزعل مش من أحمد حلمي قوي، يعني هو الزعل من المصريين على الحال المتردي اللي وصل ليه الفنانين المصريين اللي اصبحوا اراجوزات، شويه اراجوزات في ايد تركي آل الشيخ. والحقيقه برضو خلينا نتكلم بصراحه، هو مش فنانين مصر بس، ده الفنانين بتوع العالم كله. الفنانين بقوا كلهم عبيد للدولار، عبيد، وخصوصا الفنانين المصريين. خلينا نتكلم بصراحه، بياخد اهم الفنانين اللي عندك ويوديهم على السعوديه يلعبهم كده زي الاراجوزات، ويقعد يتريق عليهم، ويقعد يعمل لهم كده ويقعد يعمل لهم كده. تركي آل الشيخ بجد عمل اللي ما عملوش ابرهة الحبشي من كام الف سنه، بجد خلى السعوديه مركز وملهى طول الوقت. السعوديه اللي كانت الارض المقدسه، وبقول كانت، دي حقيقه، الارض المقدسه اللي كان اي مسلم في العالم يتمنى يروحها، اصبحت دلوقتي ملهى عام، شرب وخمره ولبس بذيء وحاجات ما انزل الله بها من سلطان. فالراجل ده نجح بجد. اللي لسه ما نجحش فيه، او اللي ما نجحش فيه المسيح الدجال اللي جاي. انا مش عارف المسيح الدجال لما يجي هيعمل ايه تاني. هو الراجل ده عمل كل حاجه، بقول لك عمل اللي ما عملوش ابرار الحبشي من كام الف سنه، حقيقي. فالراجل ده بجد خلى المملكه حاجه يعني حاجه فظيعه يا جماعه، حاجه فظيعه. ايه اللي بيحصل هناك؟ بتعليمات من مين؟ باوامر من مين؟ من الشيطان، باوامر من الشيطان. دي حقيقه والله، فعلا. ارض السعوديه، الارض المقدسه الجميله، ارض الرسول صلى الله عليه وسلم، تبقى كده. دي اوامر من الشيطان، دي اكيد. نرجع لموضوع احمد حلمي. احمد حلمي زيه زي بقيه الفنانين على فكره. افكركم بيومي فؤاد واللي عمله في محمد سلام الفنان المحترم. ما هو في لسه اكيد فنانين محترمين، اكيد. لما عمل فيه واللي اتعمل في بيومي فؤاد بعدها ولسه بيتعمل لغايه دلوقتي، وانه بقى منبوذ، وباذن الله احمد حلمي هيبقى منبوذ زيه كده باذن الله. يعني احمد حلمي في الفتره الاخيره بجد، تعالوا راجعوا كل الاعمال اللي عملها، فشل 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 فشل. فهيعمل ايه؟ عايز دولارات يا باشا، دولارات. يعمل ايه؟ يروح يشتغل اراجوز، مش فنان يعني، مش فنان يعني يتزعل عليه يعني خالص. وبعدين جاي يقول اصل الصف الاول ما بيقعدش فيه، اكيد معزوم. معزوم مين يا عم؟ احنا طول عمرنا صف اول يا احمد يا حلمي. مصر طول عمرها صف اول. ما هي لو مش مصر صف اول ما كانش جري عليهم واحد زي تركي آل الشيخ يجيبهم ويدفع لهم دولارات قد كده عشان يروحوا هناك يشرفوا المملكه، يعملوا لها تاريخ فني في المملكه. وبعدين خلي بالك، بقوا يعرفوا دلوقتي الفنانين المصريين، يقول لك الفنان السعودي زي محمد هنيدي كده. مش كانوا عرفوه قبل كده في حفله بيقول لك الفنان السعودي عشان خد الجنسيه؟ هو يديهم كلهم الجنسيه بقى ويروحوا كلهم يمثلوا هناك. وروني الفن اللي هتقدموه هناك، وروني النجاح اللي هتعملوه هناك زي ما كنتوا بتنجحوا في مصر. فمش عايز الناس تغضب قوي، وده فيديو سريع، مش عايز الناس تزعل قوي. الموضوع بسيط. كلهم يا جماعه اراجوزات، يقولوا اللي يقولوه مفيش مشكله خالص، وبيقولوا اكتر من كده كمان، ويروحوا يقعدوا هناك، خليهم قاعدين هناك. وتركي آل الشيخ ده شيطان هذا العصر. السلام عليكم.